الركراكي قبل كأس إفريقيا قال لهم إلا ما وصلتش لنصف النهاية غادي نمشي في حالي. والبارح في الندوة الصحفية سولوا واحد الصحفي واش باقي في كلمتك ولا لا. جاوبوا الركراكي وقال ليه باقي في كلمتي وغادي نجلس مع الرئيس ونقدم الاستقالة ديالي. ولكن بعد ما المصادر المقربة كتقول بلي القجع رفض الاستقالة ديال وليد الركراكي وقال ليه غادي تكمل معنا حتى 2025 اللي غادي تكون في المغرب. الرأي العام والجمهور تقسموا على جوج. كاين اللي باغي يبقى الركراكي حيت وصلنا مع الدومي فينال ديال كاس العالم وكيقولوا بلي فرح الملايين ديال المغاربه ودار انجاز تاريخي. وكاين اللي كيقول الركراكي صعيب عليه افريقيا وكيخدم بزاف بالعاطفه وبلاصه ما يدي معاه الدراري اللي موجودين دا معاه الدراري معطوبين ما نفعوه في والو وخاصو يبقى في كلمته ويقدم الاستقاله ديالو. المهم حاليا كنتسناو القرار ديال القجع حيت هو اللي غادي يحسم في هذا القرار. وشخصيا كنتمنى انه يبقى ركراكي حيت فعلا خلق ديك الولفه مع اللعابه. ولكن ما خصوش يكون راسو قاصح وخاصو يتقبل انتقادات شويه ويحيد عليه العاطفه في التعامل ديالو. المهم انا غادي نتوقف هنا باش ما نطولش عليكم. شكرا بزاف على المتابعه ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وموضوع جديد على قناه كلاش ماسك. في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.